مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم علم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نجيب على سؤال: من هو رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في عهد النبي؟ تقول لي كان فيه جهاز مباحث أمن الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وكان له رئيس؟ نعم. ومهمته كانت ايه؟ النهارده في مباحث امن الدوله للكفار بتتجسس على المسلمين. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل جهاز مباحث امن الدوله للتجسس على الكفار، وايضا لدراسه مجتمع المسلمين. ورئيس جهاز مباحث امن الدوله في ذلك الوقت كان هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كيف؟ حاجه خطيره جدا. تعال نشوف ان سيدنا ابو بكر الصديق كان بيقوم بمهام اكتر من جهاز مباحث امن الدوله، وعنده معلومات عن الشارده والوارده. لما تدخل جهاز مباحث امن الدوله بتجد فيه ايه؟ ملفات. جهاز مباحث امن الدوله مهمته يا جماعه يتجسس على الايه؟ يعرف العدو، يعرف التيار الاسلامي. جهاز مباحث امن الدوله بتاع الكفار مهمته ايه؟ انه يتعرف على مجتمع العدو، مجتمع التيار الاسلامي والمسلمين، يتجسس على عامة المسلمين من القيادات، من العقول، نقاط الضعف، نقاط القوة، مين ممكن نجنده، مين ممكن ندسه هنا، ممكن كذا. وفي ذات الوقت جهاز مباحث أمن الدولة بيتجسس على إيه؟ على الصف بتاعهم. يعني جهاز مباحث أمن الدولة بيتجسس على ضباط الشرطة، بيتجسس على ضباط الجيش، على ضباط المخابرات، على رجال الأعمال، على الرقصات، على بتوع الكباريهات، على بتوع الخمرة، على المرتشين، على الفسدة. ليه؟ لأنه بيعرف مين في الصف بتاعه. ما هي شغل المخابرات إيه؟ هو دراسة معسكر العدو ودراسة معسكرنا، بحيث إنه يبقى فاهم معسكر العدو نقاط الضعف والقوة، فممكن ينفذ إليهم منين ويتقي شرهم منين، وبيدرس معسكره عشان معسكره ممكن يحدث فيه اختراقات أو ما إلى ذلك. هذا الجهاز كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرأسه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنت إذا دخلت أي جهاز مباحث أمن الدولة ويقول لك إيه؟ ده فلان ده له ملف في مباحث أمن الدولة. مباحث أمن الدولة ليه إيه؟ عارفين إيه؟ ملفات للمواطنين. يقول لك كل مواطن له ملف في مباحث أمن الدولة. ولما اقتحموا مباحث أمن الدولة في مصر وتسمع التسجيلات اللي طلعوها عبد الرحيم علي وكذا، يقول لك عبد الرحمن يوسف لقى الملف بتاعه، اسماء محفوظ لقت الملف بتاعها، فلان او علان او كذا من غيرهم من النشطاء يعني اياهم، وجدوا ملفاتهم مكتوب ايه في ملفاتهم. هذا الاسلوب كان معمولا به في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ليس للتجسس على عورات الناس، انما لخدمه الدوله. وجود جهاز مخابرات او جهاز امن دوله مهم جدا لاي دوله في العالم. هي بقى ما هو التاني بيستخدمه عشان ضدك، لكن ان هو بينحرف بقى ده حاجه تانية. يعني الانحراف ده، وجود جيش مساله مهمه، وفي وجود شبكه ماء مساله مهمه. في ناس بتستخدم شبكه الماء انها تضع سم فيها وتقتل الناس اللي بتشرب منها، ده حاجه تانية. اهم ما يميز جهاز مباحث امن الدوله ايه؟ وجود عقل، وجود ذاكره عليها ملفات وكل شيء، ومين راح لمين ومين عمل كذا وكل شيء. والملف ده بيشمل أقاربك وأصحابك وعيلتك وأبوك وأمك وأخواتك وكذا، وتاريخك وله سوابق إجرامية ولا لا، وهكذا. هذا الدور كان يقوم به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، باعتباره أعلم العرب في الأنساب. عشان بس نوضح خطورة ذاكرة جهاز مباحث أمن الدولة. تخيل أنت كمبيوتر من غير ذاكرة، إنسان من غير ذاكرة، إنسان فقد الذاكرة، يبقى اللي حصل؟ لو دولة المسلمين ماشيه من غير ذاكره، كيف فاقد الذاكره، واحد فاقد الذاكره يحصل له ايه؟ ممكن يقولوا له ده ابوك، يعني يجي على واحد عاوز يقتله يقول له خلي بالك ده ابوك، يلا احضنه، فيحضنه ويبوس ايده راح قتله. فالشخص الفاقد الذاكره لا يستطيع ان يميز الصديق من العدو، من ابوه، من حبيبه، من كذا. وبالتالي هذا الشخص يمكن خداعه ونوديه في اي داهيه وهكذا. ممكن نقول له انت اسرائيلي، يهودي، مسيحي، اي حاجه. وهذا ما حدث في عهد الرئيس مرسي، ولذلك سقطت الدولة في عهد الرئيس مرسي، لأنه جماعة الإخوان المسلمين جماعة فاقدة الذاكرة، ليس عندها أرشيف ولا جهاز مباحث ولا مخابرات لتعرف من عدوها من صديقها الكذا. ولذلك لما محمد سامي العوا رشح لهم السيسي لبسوا فيه،
لما توقع كاش قال لهم ده سيسي إخوان، صدقوا. ليه؟ لأن الجماعة هنا فاقدة الذاكرة. وطبعا كتب الدكتور إبراهيم الزعفراني القيادي الإخواني السابق من قبل إنه كان ممنوع عليهم في عهد مبارك إن يكون لهم جهاز جمع معلومات عن الجيش أو عن المخابرات، عن العلمانيين، عن الماسونية، عن الكنيسة، عن الأحزاب، عن نجد أن هذا الجهاز موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقوم برئيسه سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان أعلم العرب بالأنساب، عارف كل واحد في قبائل العرب ده ابن مين، متجوز مين، أمه اتخانقت مع مين، عمته متخانقة مع مين، كذا، ده صفاته إيه، ده خلائل كذا. طب فبالتالي يعرف ده فلان شجاع، فلان كذا. وده هتتضح لذلك الآثار العسكرية والمعارك والحروب التي تحدث بعد ذلك طيلة 30 سنة أو 40 سنة حتى انتهاء الخلافة الراشدة، تجد أنها كانت مترتبة في جزء كبير منها على علم الأنساب عند أبي بكر الصديق. الأمور العسكرية والمعارك العسكرية والانتصارات العسكرية جزء كبير جدا يعود منها إلى معرفة سيدنا أبو بكر الصديق بالأنساب. كيف؟ نبدأ الأول، هو إزاي سيدنا أبو بكر الصديق عمل جمع معلومات لشبه الجزيرة العربية، عمل مسح معلوماتي. في تركيا المسلمة الآن للأسف الشديد إحدى الدول تفتح جمعيات خيرية داخل تركيا، دورها إيه؟ تقوم بمسح لتركيا المسلمة وتجنيد الجواسيس، مسح بقى للجالية العربية والمجتمع التركي من الداخل، يمسحوه مسح بحيث مين اللي ممكن نجلده جواسيس وكذا، ومين ممكن كذا وكذا. قراشات استخباراتي شغال الآن في تركيا للأسف الشديد. سيدنا أبو بكر الصديق عمل مسح لشبه الجزيرة العربية ده قبل إسلامه أصلا. كيف؟ سيدنا أبو بكر الصديق توفر له صفتين: أنه كان تاجرا، وأنه كان ضامن قريش في الديات في القتال. أما حيث كان تاجرا فإنه كان بيجوب القبائل وبيتبادل معاه، فكان بيزوره وبينزل هنا وهنا وهنا، فيعرف فلان ده صادق من العرب، وفلان ده خائن، وفلان ده غدار، وفلان ده بيحب الفلوس، وفلان ده بيحب كذا، وفلان ده كذا. أما أنه كان ضامن الديات للي بيتقاتلوا كذا، فكان يحصل صلح فهو يضمن الدية، يعني لو ما دفعتش هيدفعها. فكان يحضر مجالس الصقر ومجالس الصلح. في مجالس الصلح دي يا سادة ده بيتعرف فيها على كل واحد بقى بيقول خلافاته ايه، واتخانق مع مين وليه، ودي ضربت مين، ودول كانت ضرب مين، وهكذا. انت عارف يشبه الان ايه شغلانه المشايخ او القضاة. المشايخ بتخش البيوت ليه؟ ده فلان كل واحد يتخانق مع مراته يروح للشيخ، كل واحد يتخانق مع مراته يروح للشيخ، واحد يتخانق مع جاره يروح للشيخ. فيصبح الشيخ في هذه الحالة عارف مطلع على كل اللي بيحصل في خلافات داخل المجتمع، وفلان ده بيعامل مراته حلو ولا بيعامل مراته وحش، ولا بخيل ولا كذا ولا كذا، ما هو بيروى كل شيء امامه. فهتلاقي المشايخ والمحامين وضباط المباحث مطلعين على كل عورات المجتمع. فسيدنا ابو بكر الصديق بصفته هذه ضامن الديات كان يعلم كل شيء وكتاجر. وانت النهارده مثلا يقول لك ايه، الحلاقين بيشتغلوا مع المباحث ليه؟ لان كله بيروح في القرى، يعني كله بيروح يسلم راسه للحلاق، وده يقعد يحكي وده يقعد يحكي ويتسامروا. ترتب على هذه المعرفة لسيدنا أبو بكر الصديق بالأنساب إيه بقى؟ إنه كل الرسول هيترتب آثار عسكرية بعد ذلك. لكن لما احنا نشوف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب إلى قبائل العرب ليعرض نفسه عليه، يقول لهم يعني إيه فيما مفاده، وارجعوا للنصوص بالضبط في كتب السيرة. يعني كل ما أقوله ارجعوا للنصوص في كتب السيرة بالضبط، إنما أقول مضمونها أو مؤداها. سيدنا أبو بكر الصديق كان يذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رايح للقبيلة الفلانية، ما بيروحش أي حد بقى في السكة، لا. سيدنا أبو بكر الصديق كان يحدد من قائد القبيلة، من الكويس، من الوحش، من كذا، من الذي يتوجه إليه بالدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له علم بالأنساب أيضا، وكان يتوجهان في غالبية الأمور ويذهبان لهذه القبائل. هيتضح لنا الأمور العسكرية لقصة سيدنا أبو بكر الصديق اللي ترتبت على الأنساب في 3 أمور عسكرية أو 4 أمور. بنختصر أبرز المواقف في مسألة الهجرة. مسألة الهجرة هنا انتربول دولة الكفار أو المخابرات، هنا بقى مخابرات دولة الكفار يعادلها الآن المخابرات الأمريكية في ذلك الآن يعني، لكن مخابرات دولة الكفار في ذلك الوقت هي المخابرات الأمريكية.
بتلاحق هنا قائد المسلمين، مطلوب القبض عليه، مطلوب حيا او ميتا، وفديه مكافاه. 100 ناقه، بتتكلم مثلا في مبلغ يعادل 3 مليون دولار ممكن بلغه اليوم، او مليون دولار، مبلغ ضخم جدا يعني. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا ابو بكر الصديق وضع خطه معقده جدا للافلات من المخابرات الامريكيه او الانتربول بلغه اليوم. ما يهمنا في هذا الامر، طبعا احنا عرضنا الخطه بالتفصيل، كيف نوضع الخطه الف والخطه الاحتياطيه ب والخطه الاحتياطيه ج ودال وهكذا. طبعا اعقد من الخطط التي تضعها الموساد الاسرائيلي، وعرضناها في الحلقه الاولى من علم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يهمنا هنا شخصيه ابو بكر الصديق هتوضح لنا الاتي. واحد، ابو بكر الصديق لم يكن يطلع ابوه او لم يكن يطلع اباه او امه باي شيء. عارف انت السلطان محمد الفاتح رحمه الله، هو توفى بالجيش بتاعه في اسطنبول الاسيويه، منطقه اسمها سكودار. الى اليوم المؤرخين لا يعلمون اين اتجه، الى اين كان سيتجه، لان السلطان محمد الفاتح كان يقول لو ان شعرة في لحيته علمت ما يدور في رأسي لانتزعتها. لو ان شعرة في لحيتي. ولذلك توفى السلطان محمد الفاتح في معسكر الجيش بتاعه، ولا احد يعلم هو كان رايح بالجيش يفتح اي بلد، قيل ايطاليا وقيل كذا وقيل الفاتيكان قيل، لكن في الاخر ما فيش معلومه، لا يطلع رئيس وزراء ولا رئيس ولا حد. فسيدنا ابو بكر الصديق في الهجره اختار شخصيتين هيصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره، وهو نفسه. اولا سيدنا ابو بكر الصديق لم يطلع اباه ولا امه بتحركاتهم نهائيا، ولم يكن يطلعهم اصلا في اي من الظروف اصلا. كيف؟ القصه التاليه بالنسبه لابوه. لما سيدنا ابو بكر هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر ليلا في الصباح. ابو سيدنا ابو بكر ابو قحافه ذهب الى بيت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وسال السيده اسماء. طبعا كان عالم بقى بالكفار لما حصلوا بيت الرسول، لما لقوش عرفوا انه هاجر او هرب بلغه اليوم. فابو قحافه ذهب لبيت سيدنا ابو بكر وقال لها يعني البنت اسماء لعله لم يترك لكم وكذا كذا. ده مفاده ايه؟ ان ابو سيدنا ابو بكر عرف بخبر هجره ابنه منين؟ من بره مش من ابنه. الأكثر من ذلك، أم سيدنا أبو بكر لم يكن يطلعها على أي شيء إطلاقا. ما هي دي صفات ضابط المخابرات، إن ما حدش يعرف عنه أي حاجة. وهذا مأخوذ من القصة. هتقول لي إيه دليلك إن سيدنا أبو بكر كضابط مخابرات لم يكن يطلع أمه بأي شيء ولا زوجته ولا أي حد؟ أقول لك لما الكفار ضربوا سيدنا أبو بكر الصديق ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأغمى على سيدنا أبو بكر وحملوه إلى بيته، فلما استفاق فقال لأمه يعني ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأمه قالت له يعني ما نعرفش. فقال لها إيه بقى؟ شوف القصة. اذهبي إلى ابنة الخطاب أو بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب، دي أخت عمر بن الخطاب وكانت مسلمة سرا، وأخوها عمر بن الخطاب لا يعلم. بعد كده عمر بن الخطاب ضربها. المهم، فأم سيدنا أبو بكر ذهبت لفاطمة بنت الخطاب وقالت لها أبو بكر بيسألك، أبو بكر يسألك عن الرسول محمد بن عبد الله، ماذا حدث له؟ فالسيدة فاطمة قالت لها إيه؟ لا أعرف أبا بكر ولا محمد، أنا مالي أنا بأبو بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم. شوف فاطمة ضابطة مخابرات، رغم دي أم أبو بكر، وأبو بكر ده معاهم في التنظيم بتاعهم. ما هم كانوا عاملين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل جهاز مخابرات سري من 40 مسلم في ذلك الوقت. ولكن بقى ضابط مخابرات برضه، ما ابو بكر بعت امه، وهي في نفس الوقت ابو بكر بعت امه وبيسالها، ورغم كده مش عاوزه تجاوبها وشك فيها، شك في ام سيدنا ابو بكر، وفي نفس الوقت مش عاوزه تفوت الفرصه. ابو بكر بعت ليه؟ فقالت لها ولكن يعني احمليني الى بكر او نذهب الى ابي بكر الصديق ونرمى الموضوع. فذهبت الى ابي بكر، فاطمه بنت الخطاب ام. فسيدنا ابو بكر سال فاطمه بنت الخطاب رضي الله عنها ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف بقى اجابتها، قالت له ايه؟ قالت له امك تسمع، امك تسمع، امك سمعانه، ازاي اجاوبك قدامها؟ شوف الحس المخابراتي، بتقول له ايوه الكلام ده انا اجاوبك بس مش قدام امك، لا. وده معناها امه ما تعرفش ان فاطمه بنت الخطاب اسلمت رضي الله عنها. فسيدنا ابو بكر قال لها لا عليك، ليست عينا له.
لا عليك ليست عينا له، ما تخافيش مش هتنقل الأخبار للكفار. فقالت له يعني ما فادوا إنه بخير صلى الله عليه وسلم. ده موقفين مثلا يوضحوا لك طبيعة الأمور. ولذلك نجد إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو ابن سيدنا ده كان كافر وكان مولي الكفار وخرج مع الكفار في غزوة بدر وخرج مع الكفار في غزوة أحد. فلو سيدنا أبو بكر الصديق أطلع أسرته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيهاجر، كان ممكن ابن عبد الرحمن وهو موالي الكفار ضد المسلمين كان ممكن يبلغ الكفار ويروحوا له في المكان اللي رايحين فيه ويذبح. فشوف سيدنا أبو بكر أخفى عن عائلته ابنه وأمه وأخواته وولاده هكذا. ده الموقف الخطير جدا. وضابط المخابرات سيدنا أبو بكر الصديق كان في الهجرة. حتى أنت لما ترجع لما حدث في الهجرة، سيدنا أبو بكر الصديق كان كضابط مخابرات مسؤول عن حماية رئيس الدولة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تشوف انت تدقق الحراسة لضباط المخابرات اللي بيبقوا او الحراسات الخاصة اللي حوالين رئيس الدولة يعملوا ايه؟ يجي يمين ويجي شمال ويبص قدام ويبص ورا هكذا. هذا كان سيدنا أبو بكر الصديق في الهجرة. كان يسير امام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلفت يمينا ويسارا ويسير ليمينه ويسير الى جانبه ويسير للخلف وينظر للخلف. ده الروايه دي اللي بيروها ايه؟ سراقه بن مالك لما لحق بهم ولما كان بيمر على منازل سراقه بن مالك، واحد قال له ده انا شايف في ناس محتمل انه يكونوا ايه؟ ده الذين يطلبونهم قريش. فقال له رانا ده سيدنا ابو بكر الصديق. لما تيجي اختيار بقى الدليلين، عامر بن فهيره وعبد الله بن أريقط كان مشركا، يقول لك عبد الله بن أريقط كان مشركا وكان أمينا. أيوة، مين اللي اختاره؟ سيدنا أبو بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر الصديق كونه يعلم عارف بقى أن عبد الله بن أريقط ده كان إيه؟ عبد الله بن أريقط ده أمين. وإيه تاني؟ وليس له ولاء لقريش. ليه؟ لأنه كان لصيقا بقريش، يعني هو أصلا مش من قريش، يعني لا يهمه أصلا ان يفوز قريش دولة الكفار ولا دولة المسلمين. هو كافر صحيح بس هو ايه؟ راجل بيأدي عمله بمهارة وخلاص. ولا ينازعه الولاء، يعني هو ليس من قريش ولا من بني أمية ولا من هذا، انما هو لصيق، يعني واحد جاي قاعد معاهم في جارهم وخلاص. ودي بتوضح لنا سيدنا أبو بكر ما اختارش اي واحد، او ممكن يختار واحد امين من قريش ولكن عنده ولاء لقريش. بعد ذلك هنيجي طبعا في الغزوات. سيدنا أبو بكر الصديق طبعا دوره في غزوة بدر قام بدور مخابرات، لكن لن نشرحه الآن. قام بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، حراسة عريش الرسول صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد دافع عن الرسول أيضا لما كان الكفار كادوا أن يصلوا إليه. في غزوة حنين كذلك. لكن أنا عاوز أطلع إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الموقف الثاني اللي احنا هنكتفي باستعراضه. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، مهمة المخابرات يا جماعة ايه؟ حماية الدولة من الانهيار والتفكك. هنا أمان رئيس المسلمين. كلنا بنقول ان سيدنا أبو بكر ذهب إلى سقيفة بني ساعدة. ذهب إلى سقيفة بني ساعدة. طب هو سيدنا أبو بكر علم منين؟ من أين علم إنه الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين، رئيس جديد للدولة، هينتخبوا رئيس جديد للدولة؟ علم منين؟ جاءته إخبارية، جاءته معلومة استخباراتية. أحد المهاجرين جاء وأبلغه. فهنا كضابط مخابرات أدركوا اللحظة الفارقة، المقولة اللي كان بيقولها حازم صلاح أبو إسماعيل. ولذلك أردوغان في الانقلاب العسكري على تركيا لو كان تأخر ساعتين كان الانقلاب نجح وكان زمان أردوغان اتقتل. لو أردوغان بقي في الفندق اللي كان موجود فيه، القوات الانقلابية التي ذهبت لتقتله ذهبت متأخرة ربع ساعة، كان أردوغان غادر من ربع ساعة. لو تأخر ربع ساعة كان قتل. أدركوا اللحظة الفارقة. فلو سيدنا أبو بكر الصديق قال لك والله لما نغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وندفن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اجتماع سقيفة بني ساعدة انتهى. إنما سيدنا أبو بكر الصديق كرجل مخابرات فاهم ويدرك قيمة الوقت وقيمة المعلومات الاستخبارية اللي جات له، تحرك فورا وخد سيدنا عمر بن الخطاب وذهب لمين؟ لسقيفة بني ساعدة. وهنا استخدم سيدنا أبو بكر الصديق معرفته بالعرب، الأرشيف بقى، العقل بتاعه، ملفات مباحث امن الدوله، وقال لهم انا بصفتي راجل بقى ضابط مباحث امن الدوله فاهم المجتمع ده. قال لهم فيما مفاده ان هذا الامر ان العرب امرهم لا يستقيم الا في هذا الحي من قريش. يعني العرب مش ممكن يسمعوا كلام حد الا لقريش. ومن هنا كان اختيار سيدنا ابو بكر الصديق، رغم انه يعني لما الانصار تحدثوا وقالوا سيدنا ابو بكر الصديق انتم يا معشر المهاجرين انتم رهتم فينا. رهط يعني ايه؟ من 3 ل 9،
يعني عددكم قليل جدا بالنسبة للأنصار، ده احنا المدينة المنورة، واحنا سكان البلد، واحنا القوة الضاربة، ونحن كتيبة الإسلام. قالوا هكذا، احنا الجيش أصلا بتاع المسلمين، وأنتم المهاجرون، سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم، عددكم قليل، أنتم يعني جئتم علينا. كلام منطقي برضه. ويقولوا احنا القوة العسكرية الضاربة، فقال لهم أيوه أنتم القوة العسكرية الضاربة للمسلمين صحيح، قال الأنصار، لكن العرب لا تسمع إلا كلام قريش، فلا بد يكون الخليفة ورئيس الدولة قرشي. أكبر الأحزاب في العرب أو الحزب المسموع الكلمة والشوكة وكذا قريش. فاختير أبو بكر الصديق رضي الله عنه رئيسا للدولة. بعد ذلك في حروب الردة أصلا كان هتقتلع الدولة الإسلامية. كيف؟ حدث إنه مانعوا الزكاة، دول جم سيدنا أبو بكر الصديق مانعوا الزكاة وقالوا لهم لن ندفع وكذا وإحنا ظهرنا مسلمين، لكن الزكاة لا. يعني طبعا وكان لديهم خطة لدخول المدينة المنورة ليلا وذبح المسلمين وذبح سيدنا أبو بكر الصديق، وانتهت. هنا بقى الأرشيف اللي عند سيدنا أبو بكر، جهاز المخابرات اللي عند سيدنا أبو بكر الصديق، كونه ان هو عالم بالانساب العرب، فاهم ده مين وده مين، وده بيعمل ايه، وده بيسوي، وده بيمكر، وده بيخادع، وده كذا، وده بيتنمر، وده افاق، وده لا تأمن جانبه، هكذا. عمل ايه سيدنا ابو بكر الصديق؟ قال لهم فيما معناه ان هؤلاء ممسيكم ومصبحيكم، يعني هيجمعوا عليكم بالليل او الليل اواخره. واخرج جيشا الى يحرس المدينه، وحدث بالفعل وهجم وحدث رده. فلو كان سيدنا ابو بكر الصديق ليس عالما بالانساب وما يعرفش مين دول وبيعملوا ايه وليس وان هم ناس غدارين ولا مش غدارين، كان ناموا بالليل ودخلوا عليهم ذبحوه. بعد ذلك لما تيجي تشوف قادة الجيوش الإسلامية التي خرجت في الفتوحات الإسلامية هتجد فيها مين؟ أصلا يعني كثير منهم ممن أسلموا على يد أبي بكر الصديق. أنت العشر المبشرين بالجنة 5 منهم أسلموا على يد سيدنا أبو بكر الصديق. فلما تيجوا هؤلاء فيما بعد أصبحوا هم منهم قادة الجيوش. فهنا سيدنا أبو بكر الصديق لما ذهب يدعو الناس للإسلام، سيدنا عثمان بن عفان بعد كده خليفة المسلمين، وعثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي نظم الجيوش التي أزالت كسرى نهائيا. وبعد ذلك في عهده أيضا فتحوا العديد من بلاد الروم، في عهد سيدنا عثمان وشمال أفريقيا ومكة، سيدنا عثمان بن عفان. هذا كله مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. من الذي دعا الإسلام؟ أبو بكر الصديق. هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه علمه بالأنساب، عرف مين يختاره ومن يضعه ومن يضع قادة الجيش وكذا. دي كلها عملية مخابراتية. وذلك النهارده انت بتيجي تعمل ترقية لضابط في أي جيش أو شرطة أو كذا، بيحصل إيه؟ عشان تحصل ترقية يحصل إيه؟ ترقية مخابرات. ولما حدث انقلاب عسكري في تركيا، الرئيس المسلم أردوغان قال لك والله المستشار العسكري أردوغان كان خائن. قال لك والله تلاقي المخابرات جت خلال المخابرات، تلاقي المخابرات اللي كانت بتقول كويس. فهنا سيدنا أبو بكر الصديق هو كضابط مخابرات هو اللي رشح الناس ديت للرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم للإسلام، وهم بعد ذلك اللي أصبحوا القيادات. هناخذ بس طبعا المواقف عديدة، وعلم سيدنا أبو بكر الصديق طبعا مواقف عديدة للأسف الوقت لا يتسع، لكن أنا هكتفي بنصيحة أنا بهديها لكل قائد مسلم. سيدنا أبو بكر الصديق في مجال مكافحة التجسس، لما ولي الخلافة سيدنا أبو بكر الصديق وأصبح رئيسا للدولة، كتب وصية خطيرة جدا لقائد أحد الجيوش، وهو يزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام. بيقول له ماذا تفعل لتكافح التجسس؟ مكافحة التجسس. قال له إذا قدم عليك رسل عدوك، السفراء بتوع الأعداء جين عليك زي السفراء اللي بتوع الدول دول موجودين، السفراء كلهم جواسيس يعني. إذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم، ماشي، وأقلل لبثهم، ما يقعدوش عندك، ما يبقاش له سفارة مقيمة كده قاعد يتجسس هنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه وهنا بيحصل ايه، وأقلل لبثهم. ولذلك هتلاقي بقى السفير الأمريكي قاعد في مصر بيروح يلف مع الطرق الصوفية ويلف كذا ويروح كذا ويروح كذا قاعد بقى يعرف كل حاجة. أقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ما يعدش عندك كتير يعني، يدوبك على طول رد ويمشوا عشان وهم يخرجوا هم جاهلون به، ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا علمك، ولا تريثهم ما يهدوش عندك فيروا خللك، شوف الخطأ عندك،
ما النهارده السفير الامريكي قاعد في القاهره مثلا او قاعد في تركيا وشايف احزاب المعارضه بتضرب في حزب الحكومه وحزب كذا وفلان متخانق مع فلان وكذا، فيشوف الخلل الموجود في الدوله ايه. تمام. واقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك. وحتى يجي يقول لك ايه، والله المخابرات الروسيه نبيت اردوغان ان في انقلاب. يعني ايه؟ يعني لها جواسيس داخل تركيا. طب ما هو ممكن الجواسيس يشتغل عكس. المخابرات الفلانيه نبهت كذا. احنا بنسمع هذا الكلام، ده نواريج بنسمع هذا الكلام، وده كلام خطير. فاقلل لبسهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وانزلهم في ثروه عسكرك. وامنع، شوف بقى الخطير، وامنع من قبلك من محادثته. امنع الناس بتوعك انهم يتكلموا معاك. مش النهارده السفير الامريكي بيروح يقعد في الطرق الصوفيه وبيروح يزور الجامعات وبيزور كذا، فيقابل رؤساء الجامعات ويقابل اساتذه ويقابل كذا ويقابل، فيبدا يعرف مين اللي عاوز يتقرب للامريكان، مين عاوز فلوس، مين كذا ممكن نجنده كذا ممكن، ويعمل دعوات لمجلس الشعب وعزومات افطار لمجلس الشعب لاعضاء مجلس الشعب في السفاره الامريكيه، ويروح يحضروا فيعرف بقى خصائصهم، ده متشدد، ده بيفهم، ده بيفهمش، ده شخصيته سطحيه، ده شخصيته كده. وانا شخصيا بتعامل مع الناس ببدا افهم ده شخصيته قويه، ده شخصيته سطحيه. بتعامل مع الناس وجها لوجه، عكس ما بتشوفه عبر الشاشه، بتبدا تشوف ده شخصيه سطحيه، شخصيه جاهله، شخصيه كده. وكن انت المتولي لكلامهم، انت بس اللي تكلمهم محدش تاني. وكن انت المتولي لكلامهم ولا تجعل سرك كعلانيتك، ولا تجعل سرك كعلانيتك فيختلط امرك. دايما كل انسان منا، كل مسلم منا يا جماعه لابد يجعل له جانب سري محدش يعرفه، لا صديق ولا عدو. لانه الصديق ممكن ينقلب لعدو، والصديق ممكن ينقلب الى عدو، والصديق ممكن يجند من قبل العدو. خلي بالك. فدائما اجعل جانب خاص بحياتك انت سري، حتى لا يستطيع العدو ان ينفذ اليك. اذا العدو علم عنك كل معلوماتك او اصدقاء علموا عنك كل معلوماتك، هينقلوا هذه المعلومات للعدو، وبعد ذلك هيتحول ذلك الى خنجر ضدك. يعني خلي بالك. يعني فهو بيقول له ايه، ويعلموا علمك وانزلهم في ثروة عسكرك وامنع من قبلك محادثتهم وكن انت المتولي كلامهم ولا تجعل سرك كعلانيتك فيختلط امرك واكثر حرسك. انشر عيونك داخل الجيش، اكثر حرسك، وبددهم في عسكرك، انشرهم داخل الجيش، واقصر مفاجاتهم، واعمل تفتيش مفاجئ، واقصر مفاجاتهم في محارسهم بغير علم منهم، فمن وجدته غفل عن محرسه فيحسن ادبه وعاقبه. شوف رجل الدوله سيدنا ابو بكر كان معروف عنه الحده والصرامه. فيحسن ادبه وعاقبه في غير افراط، واعقب بينهم بالليل، اعمل نوبات واعقب بينهم بالليل، واجعل النوبه الاولى اطول من الاخيره فانها ايسرها لقربها من النهار. فهمنا لماذا كيف ان سيدنا ابو بكر الصديق في سنتين في عهده يسير 10 جيوش في دولة النهاردة. المدينة المنورة ومكة مدينتين صغيرتين. تصور ان المدينة المنورة دي بتحارب مثلا حال اليمن وقطر وعمان والبحرين ونجد، نجد حتى مكة كانت متمردة عليه، وبتحارب تبوك وبتحارب اليمن وبتحارب الروم وبتحارب الفرس. لو فيه دويلة المدينة ومكة النهاردة تحارب امريكا وروسيا وهي تعمل ده كله لوحدها، تبقى حاجة خارقة للعادة. صح؟ سيدنا ابو بكر الصديق فعلها، وهذه كانت دولته مكة والمدينة المنورة. لماذا؟ لأن هو راجل عنده علم مخابرات، وراجل دارس العدو ودارس الصديق. لذلك لما جت معركة اليرموك سيدنا ابو بكر الصديق قال بقى لما بعتوا له جيوش المسلمين في الشام، ده الروم بيجمعونا وكذا وكذا وجينا بقوة ضخمة جدا. قال والله ايه بقى ما مفاده برضه، لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. واختار خالد بن الوليد مخصوص يروح للشام عشان يقود معركة الروم. ده راجل دارس، ما انا بقول لك دارس المعسكر بتاعه، من دارس الناس، من خالد بن الوليد مين كذا من كذا من كذا من كذا. اما احنا مش عارفين مين السيسي، على مين فلان، على مين علان، على مين كذا. ولذلك تجد التيار الإسلامي كله بيقع ويتساقط، لأنه لا فاهم نفسه ولا فاهم عدوه ولا عارف مين المندس فيه ولا مين الشخصية الكفءة ولا مين الشخصية التعبانة ولا مين العدو ولا فاهم كده.
والمسألة دراسة المعسكرات الآخرين العدو إن كانوا عسكر ولا كنيسة، تجد أنه يقوم بها أشخاص بمفردهم، وفي النهاية يحاربون ويهال عليهم التراب ويطعنون من الخلف من قيادات تزعم أنها إسلامية وهي ليست بإسلامية، لأنها تعمل لصالح العدو. وأنا رأيت ذلك بأم عيني دون قد كده، وهم شغالين ينسقوا مع الجهات الأجنبية كيف يهدمون الثورة. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.